ليه لهجة الشرقية مميزة؟ أو ليه الناس في محافظة الشرقية بيتكلموا بالطريقة دي؟ قول لي على عادات وتقاليد مش موجودة غير حدانا في الشرقية بس. سهل، اقول لك على حاجه مثلا يا عم علي. قول. عندنا الصباحيه في الشرقيه. مالها الصباحية؟ وليه دايما لما بنجيب سيرة اللهجة بتاعت الشرقية بنلاقي الناس دايما بتقول هو حداكوا الفرخة مشيلها وراك؟ فاشمعنى الجملة دي بالذات؟ وهل الجملة اللي جالها أحمد مكي في الإعلان لينجر فلسكك فليش تشينا دي شرقويه؟ انا علي الشارب المبدع وعايش طول عمري في الشرقيه واحاول على قد ما اقدر اجاوب على كل الاسئله ديت من وجهه نظر. الموضوع بدا معايا لما كنت في الجامعه في القاهره، وفي مره رحت علشان اشتري سندوتشات من مطعم فول وطعميه، وطبعا معظم سكان محافظات مصر لما حد منهم بيروح القاهره بيعوج لسانه، بمعنى ان هو بيحاول يتكلم بنفس اللهجه اللي هناك علشان مش يبان ان هو غريب او علشان مش حد يتريق عليه، ودي موضوع مهم جدا هنتكلم عنه بعدين. المهم فبقول للراجل لو سمحت عاوز سندوتشين طعميه على بتنجان بس مش هتحط عليهم طحينه. فلقيت الراجل راح ابتسم كده وبيقول لي هو انت مش شرقيه؟ قلت له ايه ده؟ عرفت ازاي؟ قال لي ما هي مش اللي انتوا بتحطوها في 3/4 كلامكم دي هي اللي فضحاك. وهنا لنا وقفه، هو انهي اسهل؟ ما تحطش عليها طحينه ولا مش تحط عليها طحينه؟ عايزكم انتوا اللي تجاوبوا على السؤال ده في التعليقات. ابو الهنود، بما انك شرقاوي اصيل تقدر تقول الشرقيه فيها كام نسمه؟ نسمه؟ يعني ايه نسمه؟ اصلا يعني عدد السكان. بما ان انا شرقاوي اصيل وخدتها زمان زي شرب العصير، أيوة. احب اقول لك ان الشرقيه فيها 8 مليون نسمه. ما شاء الله. واقول لك على التقيله؟ قول. اسمع. الشرقيه ثالث اكبر محافظه بعد القاهره والجيزه. ما شاء الله، ايه البركه دي؟ خير يا جد. السؤال اللي بيدور في دماغي هو ايه اصلا اللي خلى بعض المحافظات والبلاد ليها لهجه مميزه بالطريقه دي؟ علشان نجاوب على السؤال ده اهو لازم نرجع لورا شويه. زمان كان الناس بتعيش في مجموعات، كل مجموعه شبه منعزله عن الثانيه، وده بسبب ايه؟ انه ما كانش فيه وسائل نقل حديثه، وكمان ما كانش فيه وسائل تواصل بين الناس. يعني جد وجدك كانوا بيقعدوا في حالهم، مش كان حد بيروح ولا بيجي الا للضروره. ودي يا صاحبي عمل ايه؟ خلى كل منطقه يحصل فيها تطور وتغيير طفيف للهجه وليس للغه. بيتطور وانت بتسمي الاختلافات اللي حصلت دي تطور؟ يؤسفني اقول لك يا صاحبي مش بالظبط كده. الموضوع ما فيه ان الانسان بيحب يسهل على نفسه اكتر حتى في الكلام، فبيحاول يختصر ويجرب الحروف من بعضها في اللسان، وده اللي بيخليه يتكلم اسرع بلهجته الاساسيه اكتر من اي لهجه تانية. طبعا حضرتك عايز مثال، اجيب لك مثال. الجمله الشهيره اللي الناس بتتكلم عنها وبتقولها لاي حد من الشرقيه على سبيل الهزار، يعني هو حداكوا الفرخه مشيلها وراك. الجمله لما بتتقال بالطريقه العاديه بتتقال هو عندكم الفرخه ملهاش وراك. فنطق الجمله الاولى بالنسبه لي اسهل بمراحل من نطق الجمله الثانيه. الفكره كلها في التعود، يعني لسانك متعود يقول الكلام بالطريقه دي، فعلشان كده بيقدر يقول الكلام بسرعه. الموضوع ده مش معمول امبارح، الموضوع ده طول عمره بيتعامل بالطريقه دي، يعني حاجه احنا ملناش دخل فيها ولا انت إلك دخل فيها ولا اي حد إله دخل فيها. قول لي على عادات وتقاليد مش موجوده غير حدانا في الشرقيه بس. سهل، اقول لك على حاجه مثلا يا عم علي. قول. عندنا الصباحيه في الشرقيه. مالها الصباحيه؟ لازما ولا بد تطلع كميه صواني لا حصر لها ولا عدد. عاملين عزومه ولا ايه؟ لا يا حبيب قلب اخوك، ده خير من عند الله. انت عارف الصواني دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها من خيرات الله، لحمه وفراخ ومكرونه بشاميل وجلاش وخير لا حصر لها ولا عدد، وفيها خضار وفاكهه من جميعها يا جد. علشان كده الشرقيه بلد الكرم. هم اللي بنوا الهرم. اللهم صل على النبي. حبيبي انت هتمشي ولا ايه؟ مش عارف. هو حداكوا الفرخه مشيلها وراك؟ طيب ليه الجمله دي بالذات اللي بتتقال عن لهجه الشرقيه؟ بس في جمله تانية اشهر منها، وهي ان الشرقيه بلد الكرم يا محترم. الجمله دي جمعت كام كلمه مميزين في لهجه الشرقيه، زي حداكوا، حدانا، تتقال في معظم البلاد التانية عندكوا، عندنا، الفرخه. نطق الكلمه نفسه مميز في حرف الف وحرف الخاء. النطق العادي الفرخه، واخد بالك من الفرق؟ في ايه ترقيق للكلام شويه. كلمه مش طبعا بتتقال في كلام كتير جدا، تتقال في الاول مش في الاخر، وده الفرق بيننا وبين اي منطقه تانية. زي مثلا مش تروح، مش تجيب، مش تنسى تعمل اشتراك، مش تنسى ها إلها وراك. نفس الفكره في اللي احنا قلناها من شويه. وللمعلوميه الفرخه إلها وراك. طب خد السؤال ده والهنود. قول. هل محافظه الشرقيه هي المحافظه رقم 1 في الزراعه في مصر؟ انت فاكرني مش فاهم؟ امال ايه؟ انت عارف الاولى ايه؟ ايه؟ الفيوم. انت عارف الثانيه ايه؟ ايه؟ البحيره. انت قريت الاسئله قبل ما نبدا تصوير؟ ايه؟ هل كل الناس في الشرقيه بتتكلم بالطريقه دي؟ في الزمن اللي احنا فيه الاختلاف رهيب. في البيت الواحد هتلاقي فيه شخص لسانه شرقاوي اصيل، وشخص تاني لا ده مش شرقيه، علولة. علولة؟ انا قلت علولة والله اول مره اقول علولة عادي يعني. وشخص ثالث خليط من ده على ده، وهو ده ما يطلق عليه الجيل الجديد. ودي اللي احنا بنقول عليه ان اللهجه واللغه دايما بتتطور، واختلاط اللهجات مع بعضها وصلنا ان بقى في كلام جديد بيتقال احنا مش نعرف عنه حاجه. فالاكيد ان مش كل الناس في الشرقيه بتتكلم بالطريقه دي. طيب يا ابو الهنود، بما انك اثبتت انك شرقاوي اصيل هسالك سؤال اخير. اخواتنا الشراقوه بيتعرضوا للتنمر في بعض البلاد، والناس بيقولوا عليهم فلاحين، انت ايه رايك في الكلام ده؟ فلاحين بس فلاحنا.
انا عايز اقول لك يا عم علي ان اي حد قاعد في اي مكان راقي هو في الاصل ابوه وامه فلاحين. طب ماني ابوي فلاح وخالي فلاح وجدي فلاح وعمامي فلاحين وكلهم من اصل فلاحين. انت عمرك ما تستنكر من اصله، اللي يستنكر من الاصله مش عنده اصل يا عم علي. او ترعه سامي الحاج، عارف الترعه؟ عارف الترعه، ده ترعه جميله ونزلنا فيها زمان يا عم الحاج. اللي يقول لك ان الترعه مش عارف بالهرسيا، ما احنا عايشين اهو هنموت بيها عادي. هل الشرقيه بس اللي لهجتها مميزه؟ طبعا السؤال ده مش ينفع يتسال اصلا، لان انت كمصري اكيد عارف ان الاجابه لا. تقريبا كده كل محافظه ليها لهجه مميزه عن المحافظه الثانيه. عندك مثلا اسكندريه، دمياط، بورسعيد، الغربيه، وعندك الناحيه الثانيه سينا، وعندك طبعا الصعيد. والصعيد قصة لوحدها. عايز اقول لك ان اللهجة الصعيدية تعتبر اكتر لهجة مميزة في مصر، وفي جملة شهيرة دايما بتتقال ان الشراجوة ولاد عم الصعايدة. والغريب ان في بعض الحروف والكلمات في الشرقية في نطقها شبيهة جدا باللهجة الصعيدية، مع ان الشرقية بعيدة جدا عن الصعيد. سبحان الله، اختلاف اللهجات شيء مميز ومد طبع مختلف لكل مكان، والطابع ده لايق عليه. يعني الشرقية بلهجتها هي حلوة كده، والصعيد بلهجتهم هم حلوين كده ولهجتهم حلوة. وفي العموم اللهجة المختلفة يعني تميز. عايز اقول لك ان اختلاف اللهجه مش متوقف على المحافظه، كل محافظه ليها لهجه مميزه، وجوه المحافظه بقى كل مدينه ليها اسلوب مختلف في كلامهم باللهجه دي. خد عندك بقى الكبيره، جوه كل مدينه في قرى ليها اسلوب مميز في نطقهم للهجه دي عن غيرها. والموضوع دي ممكن يكون في بعض الكلمات القريه دي بس هي اللي بتقولها بالطريقه دي. زي مثلا عندنا في الشرقيه في ناس بتقول عمتي وخالتي، احنا مش بنقول الكلام ده، وفي ناس بتستغرب لما بتسمعه مع انه شرقاوي. وده يفسر بقى ايه؟ ان في ناس لما بتتفرج على حد بيتكلم باللهجه الشرقاويه مثلا يقول لك احنا مش بنتكلم كده، لا في ناس بتتكلم كده. وفي كلام كتير جدا في لهجتنا انا واحد من الناس مش عارف عنه حاجه، لانه موجود في اماكن معينه وانا مش رحت الاماكن دي ومش اتعاملت معاهم. ايه موضوع مهموك هم كمود دي؟ ده حوار والله نقول للناس عليها؟ لا اصبر، ده حلقه كبيره دي. مهموك هم كمود موت مدعوكه، ده اسرار مهنه دي، ده اسرار. اما بالنسبه للجمله اللي جالها احمد مكي في الاعلان اللي هي لينجر فلسكك فليشتاشينا، والمشهد كله انا واحد من الناس في الشرقيه مش عارف اقول الكلام ده بنفس الطريقه اللي هو جالها في الاعلان. وزي ما قلت من شويه ان في كلام في اللهجه مش عارفه وناس كتير جدا مش تعرفه، بس الشخصيه اللي عملها شرقاوي والكلام اللي جاله شرقاوي، ومكي جاب عمق اللهجه، ودي كان ضروري في المشهد لانه محور الاعلان. زي ما انا اتعمدت اتكلم بلهجتي في الفيديو ده علشان ده محور الفيديو. وفي النهايه الاختلاف تميز مش حاجه وحشه يعني. الشيف هنداوي شرفتنا حبيبي يا والله، كانت حلقه جميله الله جدا. يخليك، الله يصلح حالك، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية باذن مع بعض واحد احد ان شاء الله يعني. حبيبي يا ابو الهول، الله يبارك لكم حبايب قلبي، حبايب قلبي. السلام عليكم. هذه فلوس الحلقه، فلوس الحلقه. هو في حساب ما بيننا. ويا ريت يا جماعه اللي وصل للنقطه دي يعمل لايك واشتراك في القناه، وقولوا لي لو عايزين اكمل الفيديوهات اللي جايه باللهجه دي ولا لا. سلام.